يا سيمبا سيبني، انا مريح شويه. ما تزعجنيش يا سيمبا، سيبني بقى. بابا الحق، شوف مين جاي علينا. قوم بسرعة، قوم بسرعة يا بابا. ايه يا سيمبا، في ايه؟ بابا ده الغول شريك عايز يخطفني. بابا الحقني، هيخطفني يا بابا. ايوه، لحم الاسد الصغير ده طعمه يجنن وانا عايز اخده. انت جننت؟ انت عايز تخطف ابني ولا ايه؟ ايوه انا هاخده وهاكله، طعمه جميل. سيب بابا يا منى، وحي سيب بابا. سيب بابا، الحقني يا بابا، هيخطفني. الحقني، هيخطفني. يلا تعالى هنا، ايه تعالى. يا بابا، بابا الحقني، الغول شريك خطفني. الحقني يا بابا. اهو كده الاسد خد علقه تمام، مش هينساها ابدا. الحقني يا اسد سيمبا، الحقني يا اسد سيمبا. فلفول ابني الصغير، الغول شريك خطفه وعايز ياكله. الحقني، انقذي يا اسد سيمبا. ما تعيطيش وما تخافيش، ابنك فلفول هيرجع. انت عارفه ان هو اخد سيمبا ابني، ان انا لازم اديله درس قاسي جدا، وهو عايز ياكل الحيوانات الصغيره بيقول لحمها احلى. طيب يا حبيبي، ابني يا حبيبي، ابني اتخطف، الغول خطفه ابني يا حبيبي، الغول خطفه. بصي يا مولانا الاسد، كمان وحيد القرن بيعيط على ابنه وبيقول ان الغول خطفه. لازم نعرف ايه الموضوع ده. في ايه يا وحيد القرن؟ ومالك بتعيط كده ليه؟ وايه حكايه ابنك وحيد اللي اتخطف ده؟ احكي لي بسرعه. انا كل يوم الصبح اطلع امشي وحيد شويه والعبه في الغابه حبتين، ورحنا نشرب من عين الميه، لقينا الغول زقني جوه الميه وخطف ابني وحيد وجري بيه. يعني هو خطف ابنك وخطف فلفول الصغير وخاطف سيمبا كمان. احنا لازم نشوف حل في الغول ده، ولازم نقضي عليه احنا التلاتة، احنا مع بعض ايد واحدة وهنقضي عليه. يا اسد سيمبا، يا اسد سيمبا، انا جوعت قوي. انا لازم اقعد هنا وادور على اعشاب اكلها. انا لازم اكل، مش معقولة كده نفضل ماشيين ونجري طول الغابة طول الوقت. طيب عندك حق، احنا لازم نرتاح شوية وكمان ندور على اكل. اشكرك يا مولانا الاسد ان انت فكرت فيا وجبت لي اكل. انا كنت جعان قوي وما كنتش عارفه اعمل ايه، ولا حتى افكر ان انا اكل وابني مخطوف. الله، مين بياكل اللحم بتاعي ده؟ اكلي انا. مين اللي بيعمل كده؟ انا اللي باكل الاكل ده وانا عايزه دلوقتي. انت عايز ايه يا ثعلب؟ لا انا مش عايز حاجه. بالهنا والشفا. ده انا حتى كنت جايبهولك، بس كنت بدور عليك. طب يلا امشي من هنا، يلا وما ترجعش هنا تاني. ما انا كنت مروح وكنت رايح اشتري اكل كمان، فما تزعلش يا مولانا الاسد. خلاص بقى، ياكلوا الاكل بتاعي غصب عني. هو ايه ده؟ هو ايه النظام ده؟ هو الواحد يتعب في الاكل وغيره ياكله؟ انت بتقول حاجه يا تعلوب؟ علي صوتك وسمعني. لا ما بقولش حاجة، ده أنا بقول بالهنا والشفا، بس أنا كنت ممكن أساعدكم. يعني أنتوا كنتوا رايحين فين؟ إحنا رايحين نقبض على الغول اللي خطف الحيوانات بتاعت الغابة الصغيرة. ده في المغارة اللي ورا الجبل، هتلاقيه قاعد هناك. أنا بخاف أروح عند المكان ده علشان ده هناك فيه الغول. شكرا يا تعلوب على المعلومة القوية دي. يلا اتفضل امشي من هنا. انا عايزه اروح لبابا. وانا كمان، انا مش قادره استحمل ان انا اتحبس كده، وانا كمان جعان قوي. وبعدين بقى انا هفضل هنا لحد امتى؟ انا جعان قوي، انا ما فطرتش من الصبح. انا متاكد ان بابا مش هيسيبنا، ولا مامة فلافيلو كمان، ولا كمان ولا بابا وحيد القرن هيسيبه. يعني احنا التلاتة اكيد هيدوروا علينا وهيلاقونا
على بال ما يعرفوا انتوا فين هكون انا اتعشيت بيكوا، وهتكون طعمكوا حلو قوي، وهسويكوا دلوقتي في المية السخنة، وهتكونوا احلى عشا. سيبنا نروح من فضلك. سيبنا نروح، حرام عليك. انا رايح اجيب الحطب وجاي. اهو الغول اللي خطف ابني. ابني فين يا متوحش انت يا غول؟ خطفت ابني ليه؟ فلافيله فين؟ الله، وانا كمان خطف ابني وحيد فين؟ الله، وابني سيمبا انا كمان. انت لازم تنطق ولادنا فين؟ انت هتقع من على الجبل حالا. خلاص سيبوني وانا اقول لكم ولادكم فين. سيبوني، انا خلاص مش هعمل كده تاني. سيبوني، ولادكم لسه عندي في الكهف ما كلتهمش. سيبوني. لا مش ممكن هنسيبك. انت بهدلت ولادنا وخطفتهم وكنا هنتجنن عليهم. انت لازم تقع من فوق الجبل ونرتاح منك والغابة كلها ترتاح. وفعلا الأسد والفيل ووحيد القرن قدروا يهزموا الغول علشان بقوا ايد واحدة.